ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. النهارده بقى روتين لطيف خفيف. بصراحة هو مش خفيف قوي، هو في حاجات كتير قوي يعني هنستفاد منها مع بعض. وكمان حاجات مفيدة يعني أول مرة أعملها، زي مثلا السلطة بتاعت التونة ديت. أنا الصراحة أكيد في منكم كتير قوي عارفها، وأنا أول مرة أدوقها. عايزة أقول لكم يا جماعة إن الأكل الصحي طعمه حلو جدا جدا. أنا ما كنتش مقتنعة تماما إن أنا في يوم ممكن آكل سلطة تونة، وسلطة التونة دي تبقى تشبعني أو مثلا يعني أبقى مستفادة منها. فأنا بصراحة كنت عاملاها قبلها بيوم، كانت في الغدا. ما قدرتش أكمل نص الطبق اللي أنا عملته دوت، فحبيت أشاركها معاكم. وده كان قبل الروتين بتاع النهارده، يعني دوت كان قبليه بيوم. أنا بس حبيت أشارك معاكم السلطة الجميلة دي. عايزاكم بقى قبل ما تتفرجوا كده على الفيديو تعملوا لي لايك حلو كده زيك، وكمان شير وسبسكرايب، عشان كمان الناس كلها تشوف الفيديو وتستفاد منه. دلوقتي انا كل اللي انا عملته اي خضره عندي بقطعها، تمام، وبعمل الدريسنج ازاي زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. حطيت زبادي على مستردة على خل على زعتر على ليمون على ملح، تمام. كل دوت كده وقلبته كويس كده مع بعض. لو في زيت زيتون حطي طبعا، بس انا ما كانش متوفر عندي زيت زيتون. وكمان حطيت التونة اللي هي القطع دي، بتبقى أحسن بكتير قوي من المفتفتة. طبعا لو كان في كابوتشي كانت هتبقى أحسن. أنا حطيت جرجير وحطيت فلفل الكوبي ده بتاع المحشي. والصراحة اتغديت بيها. بحاول قوي أقلل العيش والرز والحاجات دي. بس تاني يوم طبعا لأني لازم أعمل أكل عشان جوزي وابني وكده، فأول مرة في حياتي يا جماعة في بيتي أعمل محشي، عشان بس تبقوا عارفين. فايه عطلكوا فكرة بس كده ان انا عملت محشي ورق عنب، وعملت جنبه بقى ورقة لحمة خطيرة. طبعا احنا مش مشكلة ومش مهم ان احنا ناكل، بس ناكل بكميات بقى قليلة، يعني ايه نظبطه كده وناكل بكميات قليلة. انا بقى عملت اللحمة ازاي؟ حطيت البصل والطماطم والفلفل الكوبي، وحطيت صلصة وحطيت مستردة، حطيت بهارات لحمة وحطيت بابريكا وملح وفلفل، وما حطيتش زعتر لا، تمام. وحطيت نقطة. هو بقى يا جماعة نسيبها كده ليلة كاملة في التلاجة. أهم حاجة نحط الملح والفلفل بتاعنا ونسيبها بقى ليلة كاملة في التلاجة. لو مفيش وقت ممكن ساعتين 3 في التلاجة بالكتير قوي، تمام، على اللحمة بتاعتنا. وأنا بقى هعملها في إيه يا جماعة؟ في الكيس الحراري. بتبقى والله العظيم زبدة، بتبقى خطيرة بجد. بصوا ده بقى تاني يوم أنا حطيتها في الكيس الحراري وربطته، وهحطه في صينية، والصينية هحط في قلبيها حبة مية، يعني نقطة مية كده. يعني هافتح كده كام فتحة كده، فتحتين بالكتير، هما فتحتين اللي أنا فتحتهم علشان خاطر طبعًا أنتم عارفين البخار وكده هينفخ الكيس وممكن يفرقع، فهو بس إيه نفتحه إيه فتحتين. بُصّوا بقى بعد ما طلعت اللحمة يا جماعة زبدة، والأكل كان تحفة بجد. أنا أول مرّة بجد أعمل محشي، طبعًا ما كانش الواو، بس عايزة أقول لكم لأ، جرّبوا في بيتكم، اعملوا أكلات، ولو طلعت مش حلوة المرّة الجاية تطلع أحسن. يعني أنا أول مرّة في حياتي خالص كان من 4 سنين عملت المحشي ده، ما كانش يتاكل بمعنى الكلمة. أنا بعد 4 سنين لسه عاملة أهوّة اللي هو الورق العنب ده تحفة، تمام، اتاكل كلّه ما اترماش منّه أي حاجة خالص. وكان لأ، كان حلو، عجب محمد وعجب يزن، وكان الحمد لله يعني الأكل كلّه كان حلو. اللحمة كانت دايبة بمعنى الكلمة. اللحمة سِبتها ساعة في قلب الفرن، لو عايزة تسيبيها أكتر يبقى أحسن، يعني لو عايزة تسيبيها ساعة ونُص يبقى أحسن، بتبقى إيه دايبة أكتر. وبعدين بقى يا جماعة المطبخ بصراحة بعد أي محشي المطبخ بيبقى يضرب يقلب كلّه. يعني أنا كمان بعد ما قفلت معاكم الفيديو برضه عملت حاجات تاني. هنا غسلت بقى مطرح اللحمة، وغسلت مطرح المحشي، وغسلت يعني بجد بجد الدنيا بتبقى متبهدلة. وأنا يعني كمان كنت تعبانة، رجلي وجعاني جدًا بجد، مش قادرة أدوس عليها، كنت واقعة وكده، ولحد دلوقتي يعني بجد مألماني ولسه وارمة فادعوا لي كتير أوي بجد والله العظيم، لإن أنا تعبت بجد من كتر ما باقع بس الحمد لله يعني هنقول يعني على كل حاجة الحمد لله. كل حاجة ربنا بيعملها لنا مش وحشة، أكيد في خير ربنا شايله إن شاء الله يعني. عايزاكم يعني إيه تفائلوا بالخير تجدوه زي ما بيقولوا. فوالله أنا الواحد بيتفائل بالخير دايمًا، وبيقول الحمد لله على كل حاجة وكل شيء.
دخلت بقى على البوتاجاز، بصراحة زي ما باقول لكم أنا ما كنتش قادرة أشيل أي حاجة، وكل اللي أنا باعمله دوّة وأنا واقفة أصلًا على رجلي بالعافية، مسكت البوتاجاز كده لمّعته، هو كان أصلًا نضيف، بس مطرح برضه ما باعمل وكده أو مثلًا بقى لي حاجة أو كده بتتعمل على البوتاجاز، فلازم بصراحة يتمسح، يعني على الأقل عشان نفسيتِك، يعني نفسية المطبخ بتبقى في البوتاجاز، في الأرضية تبقى نضيفة. فأنا بعد ما خلّصت البوتاجاز بابُص كده للرخامة، لأ الرخامة عايزة تتعمل، فلأ مش هاسيبها كده يعني. هنا بقى كنت خلاص كده باخلّص البوتاجاز، طبعًا ده اسمه يعني أي كلام، بس والله لأ هو أصلًا كان نضيف، يعني إنه قدّامكم أهوّة إن البوتاجاز أصلًا كان نضيف، ما كانش فيه حاجة كتير. حتى الرخامة أنا ما شِلتش الحاجات اللي هناك دي، لإني أنا أساسًا كل يوم لازم أعمل الرخامة، الرخامة من الحاجات الأساسية اللي لازم تتعمل وتتنشف كويس. حتى كمان أرضية المطبخ ديّة لازم تتعمل كل يوم علشان خاطر يعني أنا بعد ما قفلت معاكم مسكت الأرضية ديّة نفّضتها كويس وسيّقتها وكنست الأرضية يعني السجادة كويس جدًا و وخلّيت المطبخ ده بيلمع، مسحت التلاجة، مسحت البوتاجاز، الغسالة أقصد، كل الحاجات بقت مطبخي بقى هادي فاهماني؟ حتى لو مش تنضيف عميق فيه، ولكن هو بقى جميل وهادي ونضيف. وبعدين بقى كانت آخر حاجة الحوض، طبعًا شِلت منها بقى أي شوائب وأي حاجة ومسكتها، عايزة أقول لكم الجلانس بينضّف جدًا، جدًا، يعني أنا باستخدمه في كل حاجة بصراحة، إيدي ورجلي هو، تمام، في حاجات برضه معيّنة برضه باستخدمها للحوض والبوتاجاز وكده، بس مش دايمًا يعني، لكن الجلانس ده في كل حاجة، إزاز، سُفرة تتنضّف، كل يعني كل حاجة، كل حاجة هو الجلانس الأساسي عندي. بعد بقى ما خلّصت بصراحة كنت خلاص اتهدّيت والله العظيم ومش قادرة أقف على رجلي، فعملت بقى النسكافيه ده أو الكابتشينو ده، عايزة أقول لكم إن أنا عاملاه بطريقة صحية جدًا، وطبعًا لإني أنا ما عنديش مضرب عشان أعمل أولًا النسكافيه اللي هو البلاك ده، بس دي كان آخر معلقة كانت فيه عندي، أنا باعمله بالمضرب بتاع الخلاط، هاوريكم الطريقة بالضبط في يوم كده أكون عاملة تاني لإنه أصلًا خلص من عندي، فأنا كنت باشرب أصلًا الكابتشينو والحاجات اللي فيها المبيضات دي، فأنا خلاص هامنعها نهائي، نهائي، وبجد طعمه حلو جدًا، جدًا، ويعني لذيذ بجد. لو وصلتم بقى معايا هنا كده لنهاية الفيديو ما تنسيش تحطي لي اللايك الحلو شبهك تحت وكمان تكتبي لي كومنتات عشان انتم مش بتكتبوا لي كومنتات حلوة خالص وهي اللي بتشجعني. باي باي.